هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه لكم بفيديو جديد هنعمل فيه صينيه فراخ مشويه في الفرن. ويلا بينا نشوف الطريقه مع بعض ازاي. هنا المكونات اللي معايا حوالي 4 حبات من الطماطم، ومعايا هنا التوابل، كمون وكزبره وفلفل اسود وملح وشطه، وهنا حوالي 4 بصلات وليمونه وشطه وثوم وكزبره خضراء. وهنا دي الفراخ، والفراخ غسلها كويس. وانا هجيب بولة واحط جميع التوابل فيها واضربها بالهاند بلندر او بالكبة زي ما انتوا شايفين كده. القوام يبقى مش ناعم خالص ومش خشن زي ما انتوا شايفين كده. مظبوط معايا. وهنا هجيب طاسة كده تكون تيفال كده عشان ما تلزقش معايا ولا اي حاجة. وهنا هجيب من الخلطة احط شوية كده في قعر الطاسة وهوزعهم. هوزعهم كويس كده حوالين الطاسة كلها علشان هنا هسند عليها الفراخ وكده، عشان معايا الفراخ ايه ما تتحرقش معايا من تحت، وعشان تسويه في نفس الوقت. وهنا هجيب الفراخ اللي غسلاه كويس وهبدأ اتبله بالخلطة. هحشيه من جوه بين الجلد واللحم، وهملاه من جوه ومن بره كله كده زي ما انتوا شايفين كده. نتبلهم كويس علشان التتبيلة كده تبقى عليهم، واللحمة تتشرب من التتبيلة وتديني طعم حلو كده. نغطيه خالص كده. وانا هنا مشغلة الفرن قبلها ب10 دقايق، فرن البوتاجاز او فرن الخبيز اللي موجود عندك يعني. فرن البوتاجاز انا هنشغل من تحت بس، وبعد ما تستوي اشغل الشواية كده لمدة 5 دقايق عشان اديها وش محمر كده وحلو. احط كل الخلطة، طبعا نكون غاسلين ايدينا كويس بالشكل ده. نوزعهم كويس كده على الفراخ. وده بالشكل ده وهنشوفها بعد ما تستوي. شايفين بعد ما استوت شكلها يجنن وكان طعمها جميل. جربوها وان شاء الله تعجبكم الطريقة. وهنا انا بعد الغدا في حبة مواعين كده قلت اغسلهم معاكم كده. هنا اول حاجة بجيب السلك، واول حاجة بغسلها في المواعين تكون الكوبايات، عشان الكوبايات دي هي اللي بنشرب فيها. فلما استخدم السلكة وكده، السلك لما يبقى فيه مواعين فيه الاكل بعد كده اغسل الكوبايات هتلقط من ريحة الاكل. فافضل حاجة نغسل اول حاجة الكوبايات والبراد والحاجات اللي ايه ما فيهاش اكل الاول بغسلها الاول، وبعد كده الحاجات اللي فيها الاكل بغسلها في الاخر علشان خاطر ايه المواعين ما تلقطش معايا. دي طريقة جميلة واعملي زي كده. يلا قومي وتشجعي كده، وقومي نضفي مطبخك او نضفي الشقة. ويلا حطي لي لايك للفيديو واشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مني انزله. ويا رب الفيديو ينال اعجابكم. اسيبكم تستمتعوا بالفيديو.
وهنا اكون في نهاية الفيديو. يا رب الفيديو يعجبكم، وأقول لكم باي باي ومع السلامة.